السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. مدام هناء طالعة، الست طالعة منهارة، مش مصدقة اللي بيحصل ده بعد الفيديو الكارثي اللي عمله ابو زياد. بصراحة مدام هناء كل حبايبك ومتابعينك كلهم حزن الدنيا كله من الفيديو اللي قاله ابو زياد. مدام هناء بتقول ان هو اتصل بيها وقال لها عايزه اشوفك بعيد عن التصوير وعايز يكلمها، والست راحت له وكلمته وقعدوا مع بعض، شربوا حاجه سخنه ولا حاجه ساقعه، وبيسالها على موافقتها. قالت له ان هي مش موافقه عشان الظروف اللي هم فيها، وهي النهايه مش هتقدر تعمل له ورق لفرنسا. فالست اعتذرت بذوق وبأدب، ورغم كده ما طلعتش على العام ولا قالت انا اعتذرت لابو زياد او انا رفضت ابو زياد. الست قالت عشان خاطر يعني زي ما تقولوا كده ما هنش عليها تحرجه قدام الناس وتقول ان هي رفضته، يقوم هو يطلع يرفضها عامة قدام الناس ويقول انا عملت استخارة مرتين. طب عملت استخارة؟ ما عملتش. الواحد ما عملتش استخارة ليه قبل ما تروح تخطب مدامها؟ وبعدين هي ظروف مدام هناء وظروفك جدت عليك. ما انت اكيد عارف ان هي مطلقة من واحد كان عنده 3 وانت عندك ظروفك عشان اولادك. طب بتتقدم لمدام هناء ليه لما انت ظروفك مش هتسمح؟ ازاي يعني؟ الصراحة الفيديو وحش جدا جدا واهانة لمدام هناء، اهانه كبيره لمدام هناء. المفروض يا ابو زياد زي ما انا قلت لك في الفيديو اللي قبل كده، المفروض انت خلاص ما فيش نصيب بينك وبين مدام هناء تتصل بيها. كنت فتحت فيديو على طول وانتوا قاعدين يا جماعه احنا الاتنين مش هيحصل نصيب عشان خاطر الظروف اللي احنا فيها، وانتوا قاعدين في ساعتها كده كنت عملت الفيديو. لكن بعديها على رأي مدام هناء لما شفت التعليقات الناس كلها رافضه ان مدام هناء ترتبط بيك، تقوم تطلع انت تسبق وتقول ان انا رافضها. طب ما هي انت مديها فرصة لما هي تسافر فرنسا، يعني انت مديها فرصة ان هي تسافر فرنسا وتقعد تفكر وتقعد بينها وبين نفسها وتسأل بناتها وبعد كده ترد عليك. انت استعجلت ليه بقى؟ يعني فجأة كده طلعت تقول مش فاهمة. يعني انا عن نفسي صراحة زعلت، انا عن نفسي زعلت على مدام هناء جدا جدا انها وثقت فيك يا ابو زياد، وكل متابعينها وكل حبايبها زعلوا. وشوف بقى الناس اللي بيكرهوا مدام هناء، شوف العمايل والكلام اللي هيقولوه على مدام هناء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مدام هناء اوعي تثقي في أي حد في الدنيا بعد كده، ما تثقيش نهائي 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 في حد. والله الواحد ما عارف يقول ايه، الواحد متنكد من ساعة ما شاف الفيديو ده. يلا يا بنات عشان ما اطولش الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع ألف سلامة.